مشكلة في الرضاعة، الأرانب ما فيهاش لبن، العيال بتموت في الولادة من قلة اللبن، علفك ضعيف، كل المشاكل دي حلها في الفيديو. خش واتفرج على الفيديو، ولو عجبك اشترك في القناة واعمل لايك علشان كل الناس يوصل لها الفيديو. ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي الكرام، رب الأرانب في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في أفضل حال. إن شاء الله فيديو أكلمك النهاردة عن ناس يعني بتتكلم فيه، فيديو مهم جدا، معلومات إن شاء الله يعني تفيدك. أنا عايز بس حضرتك لما المعلومة توصل دماغك كده وتفيدك ما تبخلش عليا إن أنت تعمل لي لايك وتشارك الفيديو لغيرك عشان تدل على الخير كفاعله ان شاء الله رب العالمين. ازاي اكتر اللبن عند الامهات، يعني ازاي ما الاقيش فيها لبن، ايه اللي يجيب اللبن في الام دي وايه اللي يزود اللبن معايا في الام دي. علشان انا شايف يا عم محمد ان الام دي الرضاعه بتاعتها ضعيفه، الرضاعه بتاعتها مش كويسه. انا كنت قبل كده الام دي كانت جايبه عندي ولده وولدتين ومرضعاهم كويس. المره دي الرضاعه ضعيفه، او الام دي اول مره تشتغل عندي واول ولده والرضاعه بتاعتها ضعيفه، وانا كل يوم برمي من وراها ارنب. اولا يعني اسباب الوفاه بتاعت الارانب اللي في الولادات اسباب كتير وموضوع كتير جدا، بس انا مركز معاك النهارده عن موضوع اللبن، ان الام دي اللبن فيها قليل، فازود اللبن فيها ازاي او بالطريقه دي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه واحده بس، حاجه مهمه جدا. ان شاء الله رب العالمين لو علفك محترم وعلف كويس وعلف شغال بعلف كويس هتلاقي الرضاعه كويسه. يعني مش هنختلف ومش هنقول احنا دايما بنتكلم للمربي، ما بنتكلمش مين بيعمل علف علشان علف مين حلو علف مين وحش، ملناش دعوه بالكلام ده. احنا بنشتغل للمربي، بنتكلم على المربي. علفك كويس هتلاقي الرضاعه كويسه. صيف شتاء يا عم محمد، هتلاقي الرضاعه كويسه صيف شتاء ان شاء الله. هتقول لي بس في الصيف يعني هو العلف، وفي الصيف الامهات او اللبن قل. هقول لك الامهات اللي انت بتقول ان لبنها قل او الكلام ده، الامهات دي طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني عاتلها برضو امومه وعاتلها ازاي تحافظ على عيالها وكل الكلام ده. فهي ممكن لو في الشتاء بترضع الصبح، بترضع في وقت الظهر، ترضع في الاوقات ديتي، هتلاقيها في الصيف ما بترضعش وما بتخشش ترضع عيالها الا بعد ما بتحس ان الجو ما عادش يبقى حر، الا بعد ما بتحس تقدر هي تتحرك في العين وامورها تبقى كويسه، هتلاقيها بدات تتحرك، بدات تخش هي ترضع عيالها. ديتي حاجه في الامهات نفسها، في الامهات الجايه. يعني اللبن الام ترضع ازاي او تسقي عيالها، ديتي شطاره من الام. يعني الام ديتي كويسه او الام دي سيئه، دي شطاره من الام. انما الام فعلا بتخش ترضع عيالها وما فيش فيها لبن، انا اقول لك ظبط علفك، هتلاقي الام فيها لبن، هتلاقي الام بزنقها اللبن، تخش هي ترضع. علف ما يكون كويس وفيه لبن، الام ما بتستحملش اللبن ده في صدرها لما بيزيد، هتوديه فين؟ تخرجه ازاي؟ بتروح على طول لمين؟ لعيالها ترضع علشان اللبن فيها زياده. ده بيبقى علف محترم والامور ماشيه كويس. طيب هو العلف زي ما قلت لك وانا شغال بيه بقى لي فتره، بس المره دي الامهات او بعض الامهات عندها الرضاعه سيئه، باجي امسك الضرع بتاعها ما فيش فيه لبن. هقول لك بقى يا سيدي تعمل ايه علشان برضه يجي معاك اللبن والامور تمشي وما تخسرش الولده، لان ده رزق ربنا بعته، والمطلوب منك ان انت اللي بتحافظ عليه، اللي بتنظمه، اللي بتدور على الاسباب اللي تنجحك، فانت دي مسؤوليتك. تعمل ايه؟ هقول لك لو ربطت شبت الخضره دي وتجيب يبقى عندك مثلا 3 4 ربطات شبت موجودين عندك دايما في المكان بتاعك، تغسل ربطه الشبت دي بميه وخل كويس وتنشفها، ما تحطهاش وهي مبلوله ميه، وتنشفها كويس وتبدا تدي منها للام اللي ما فيهاش لبن دي مثلا 3 ايام كده. تبدا تدي للام دي مع العلف بتاعك عود بعود كده، تقسم لها الربطه دي على 3 مرات، هتلاقي الام بدا يجي فيها اللبن. لان اي حاجه فيها خضار واي حاجه خضراء من الحاجات دي بتخلي الام يبقى فيها لبن.
فالحاجات دي بتزود اللبن عند الامهات، فعلى طول هتلاقي الامهات راحت اللبن يجي فيها كويس كده وبدات ترضع وبدات الامور تمشي معاك كويس قوي. تمام. طيب ممكن اجيب الحلبه دي اللي يعني بص، يعني الحلبه دي فيها حاجات كتيره جدا كويس، يعني مهما قعدنا نتكلم عايزه شرح طويل جدا. فانت تجيب الحلبه ديتي وتغلي الحلبه، تغليها كانك انت اللي هتشربها، كان البني ادم اللي هيشربها، وتحليها برضو على خفيف كده، وتبدا تجيب دي الحلبه دي للام ديتي، الام اللي عندك دي، وبالسرنجه، وتبدا تدي لها بالسرنجه كده 5 سرنجات كده ورا بعض البقه. هتلاقي اللبن بفضل الله زاد جدا في الامهات. والطريقه ديتي انا مجربها وعارفها، بلاقي ما شاء الله الله اكبر، بلاقي الام على طول راح زايد فيها اللبن على طول. انا ما بعملهاش كتير، وفين وفين لما يعني تقريبا يعني بقعد كتير جدا عما اجي اعمل حاجه زي كده، ولما تكون ام لسه بكر ولا حاجه، لان انا الحمد لله رب العالمين يعني دي رضاعه العلف. ده العلف بتاعنا ما شاء الله الله اكبر، يعني ده تقريبا 12 يوم ما شاء الله قدامك اهو، الله اكبر. ده تقريبا 12 يوم قدام حضرتك اهو، بسم الله. تمام. فطبعا لان احنا بنعمل العلف بتاعنا فما بنخليش فيه، ما بنخليش محتاج حاجه. تمام. لان انا اللي بعمل علف في المزرعه. ده ما شاء الله هوتي تقريبا ده بص على الورقه كده، ده تقريبا حوالي 28 يوم في الحدود دي كده. ده كده 26 يوم. 26 يوم ما شاء الله الله اكبر. وما شاء الله الام دي معاها عدد يعني اهو كمان، عشان بس عشان بس بوريك يعني احنا ان كل علف تمام امورك بتبقى كويسه اهو ما شاء الله الله اكبر. الام دي معاها عدد اهي تمام، ربنا يبارك. فعلشان كده بقول لك لما يكون علفك محترم وعلفك كويس، انت مش محتاج تقول اللبن قليل في الامهات، لان انت عامل العلف او انا عامل العلف لنفسي، عارف انا حاطط ايه عشان الرضاعه وايه عشان الخصوبه وايه عشان كده. انا مظبط العلف علشان دي مزرعه وما ينفعش فيها هزار. تمام. فانت بقى حضرتك باي علف ان كان، انا ماليش دعوه انت بتعلف علف ايه، بس عندك المشكله ديت تقوم تعمل ايه يا باشا؟ زي ما قلت لحضرتك، اي حاجه خضراء، اي حاجه خضراء، سواء مثلا يعني ربطه شبت، ربطه بقدونس، الكلام ده هيخلي اللبن يجي في الام. وخلي بالك ده بالنسبه للام هتتلهف عليه وهتاكل فيه وهيبقى زي الفاكهه، وكمان هيفتح الشهيه بتاع الام كمان تاكل في العلف بعد كده. لما بيكون عندنا ارنب قطع الاكل ولا حاجه وبنجيب له ربطه شبت ولا حاجه من دي بياكل وبيبقى كويس جدا. فبرضه الحلبه هي عندنا بقى، الحلبه هي الخلاصه، وخلاصه الخلاصه في الكلام ده. ما تقوليش انا احليها بعسل اسود والكلام ده، انا بقول لك انا ما جبتلكش سيره العسل الاسود ده خالص، انا ما بستخدموش خالص وما برحبش بيه خالص ان العسل الاسود ده تحطه للامهات او تحطه لاي حاجه. العسل ده لما بيزيد بيعمل مشاكل كتير، بس انا بقول لك ما بجيبلكش سيرته خالص العسل ده، لاني ما برحبش بيه، ان جربناه قبل كده زمان واحنا لسه بادئين وعمل لنا مشاكل كتير وناس اتكلمت فيه وعمل مشاكل كتير. تمام. العسل الاسود، لان طبعا العسل ده 100 نوع يا جماعه و100 حاجه وحاجات كتير جدا، فانا بشتغل على الحاجه الكويسه. الحلبه ما شاء الله الله اكبر هتجيب لك اللبن، هتستخدمها بس 5 6 ايام زي ما قلت لحضرتك كده، هتتفرج على اللبن بتاع الام هتلاقي الام ما شاء الله بقت في حاله ثانيه. تحياتي لكل الناس، دايما مشرفيني ومنوريني في مزرعه اخوكم محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.